السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة كروشيه تيوليب. النهاردة هنعمل مع بعض وحدة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة، تصلح لمشاريع كتير قوي. ينفع نعمل منها كوشن، ينفع نعمل منها شنطة، مفرش، سرير، رنر سفرة. هي متعددة الاستخدامات ووحدة سهلة وجميلة زي ما احنا شايفين. استخدمت مع الوحدة دي خيوط القطن. طبعا تقدري تستخدمي اي خيوط قطن انت حباها، وكمان استخدمتها على فتلتين علشان انا هنفذ منها شنطة. فانا محتاجة تكون الوحدة ماسكة نفسها وكويسة علشان الاستعمال. هستخدم النهاردة زي ما قلت لحضراتكم خيوط قطن. استخدمتها مع ابرة رقم 3.5. بمسك طرف الخيط بالشكل ده كده وبلفه لفة صغيرة زي ما احنا شايفين. هدخل الابرة جوه الدايرة واسحب الخيط بالشكل ده كده، وكده بقى عندنا دايرة سحرية. بداخل الدايرة دي هشتغل 10 عمود بلفة، والسلسلتين الارتفاع دول هما مجرد ارتفاع، انا مش هعتبرهم عمود خالص. لفة على الابرة وهدخل بداخل الدايرة وهعمل اول عمود بلفة، العمود التاني. هنكمل عدد العواميد ونرجع نشوف السطر اللي بعده. هنا كملت 10 عمود بلفة وقفلت بمنزلقة في اول عمود. هقص الخيط لاني محتاجة ابتدي بلون جديد. انا هخرج خالص من الغرزة، هبتدي من مكان تاني خالص، من الغرزة اللي قبلها او من اي مكان انتوا حابينه. بدخل الابرة بالشكل ده وبسحب اللون الجديد. هعمل 2 سلسلة ارتفاع، وبداخل كل غرزة هتقابلني هعمل 2 غرزة نص عمود. بظبط الخيوط. اول غرزة عملت فيها 2 سلسلة ارتفاع، وعملت فوقيها 2 غرزة نص عمود بالشكل ده كده. والغرزة اللي بعدها 2 غرزة نص عمود. بالشكل ده. كل غرزة هتقابلني هعمل فوقيها 2 غرزة نص عمود علشان يكون مع عدد الغرز معانا في السطر التاني 20 غرزة نص عمود. هكمل العدد ونرجع. انا هنا كملت فوق كل غرزة عمود 2 غرزة نص عمود، عدد الغرز معايا 20. هقفل بمنزلقة في اول غرزة نص عمود بالشكل ده. اللي هعمله دلوقتي هبتدي اعمل بتلات الوردة اللي معانا بالشكل ده كده. بعد ما قفلت بمنزلقة باخد لفة على الابرة وبدخل في اول غرزة تقابلني مباشرة اعمل غرزة عمود بلفة. نخلي بالنا من ترتيب الغرز كويس جدا. اول غرزة فيها عمود بلفة بالشكل ده، وبعدين بعمل 2 لفة على الابرة وبدخل في نفس المكان اللي عملت فيه غرزة العمود بلفة. هعمل غرزة عمود بلفتين بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها على طول باخد لفتين على الابرة وبدخل فوق الغرزة دي كده اعمل 3 غرزة عمود بلفة، 3 غرزة عمود ب2 لفة. الاول عمود رقم 2، العمود الثالث.
بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها على طول باخد لفتين على الابرة وبدخل اعمل غرزة عمود بلفتين بالشكل ده، وبعدها باخد لفة على الابرة وفي نفس المكان بدخل اعمل عمود بلفة بالشكل ده. والغرزة اللي بعدها على طول بعمل منزلقة، ودي اول بتلة في الوردة معانا. هنكرر نفس خطوات الشغل لنهاية السطر، ونخلي بالنا من العدد ومن عدد الغرز. اول غرزة بعد المنزلقة بعمل فيها عمود بلفة، وبعدين عمود باتنين لفة في نفس المكان، والغرزة اللي بعدها بعمل 3 عواميد بلفتين، والغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، وبعدها عمود بلفة، وبعدها منزلقة. بمشي بنفس الترتيب اللي انا عملته في البتلة الاولى لحد نهاية السطر، ونيجي نشوف هنعمل ايه في السطر اللي بعد كده. انا هنا وصلت لنهاية السطر، معايا بس 2 غرزة ناقصين. الغرزة الاولى بدأت عملت فيها غرزة عمود بلفة، والتانية غرزة عمود باتنين لفة. الغرزة اللي بعدها بعمل فيها 3 عمود بلفتين، اتنين، العمود التالت طبعا عمود باتنين لفة. الغرزة الأخيرة بعمل فيها 2 عمود، 1 باتنين لفة، والأخير عمود بلفة واحدة. بقفل السطر ازاي؟ بقفله في أول غرزة منزلقة انا قفلت فيها السطر السابق اهي، واضحة معانا جدا. بدخل في المكان ده كده، بعمل منزلقة بالشكل ده، وبكده انهيت السطر ده، السطر الثالث. وده شكل الوردة معانا. طبعا شكل الوردة لوحده كده جميل جدا جدا، وسهلة وبسيطة، تصلح للتزيين لأي مشروع، بطانية بيبي، لشنطة، لأي حاجة تخص الأطفال. شكلها جميل وسهل وبسيط قوي، مميزة جدا. طبعا أنا دلوقتي هعمل اللون الأخير اللي هو اللون الأبيض. هقص الخيط ده خالص، وهجيب الخيط الأوف وايت هشتغل بيه. طبعا خيط النهاية ده انا بنفس المكان بدخل من الخلف واسحب الفتلة بالشكل ده كده، واشدها شدة كويسة. شايفين قد ايه سهلة وبسيطة معانا. اجهز اللون الاخير اللي هو الاوف وايت ونرجع مع بعض. انا هنا هبدأ السطر اللي بعد كده. انا جهزت اللون اللي عليه الدور الاوف وايت. طيب هبدأ فين؟ اول غرزة كنت باخد فيها غرزة عمود بلفة وغرزة عمود بلفتين، والغرزة اللي بعدها اللي بشتغل فيها 3 عمود بلفتين. هبتدي في العمود اللي في المنتصف، ادخل بالشكل ده واسحب اللون وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو، وانا واخده الخيوط معايا تحت الشغل. ننضف خيوطنا اول باول علشان الموضوع يكون سهل معانا. يبقى بدخل في العمود اللي في المنتصف الخاص بالبتلة اللي في تاني غرزة على طول. العمود اللي في المنتصف اللي هو التالت، الغرزة اللي باخد فيها 3 عواميد باتنين لفة، هشتغل فوق العمود اللي في النص. تمام. اول غرزة عملتها هي غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها على طول
هعمل غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها على طول هعمل عمود بلفة. اللي بعدها عمود برضو بلفة. غرزة المنزلقة دي هعمل فيها عمود بلفتين، باخد لفتين على الإبرة وبدخل في غرزة المنزلقة اللي أنا عملتها، بعمل عمود بلفتين بالشكل ده كده. اهو، بتمنى تكون واضحة معانا. لفة على الإبرة، والغرزة اللي بعدها أنا بعمل غرزة عمود بلفة. خلي بالنا واحنا بندخل في الغرز ايدينا تكون مظبوطة، ونشوف احنا بندخل فين بالظبط تحت الحلقتين. بدخل بعمل عمود بلفة، بعد ما عملت العمود ب2 لفة في المنتصف، اللي بعده على طول عمود بلفة، اللي بعده نص عمود. طبعا هنا وصلت فين؟ للعمود اللي في المنتصف، اللي في الغرزة اللي انا باخد فيها 3 عمود ب2 لفة في السطر السابق. كده انا وصلت للغرزة اللي في المنتصف، وهعمل غرزة حشو. كده انا ماشية مظبوط. بكل بساطة نفس طريقة الشغل دي هكررها في كل مرة بوصل للعمود اللي في المنتصف اللي هو في البتلة زي ما قلت لحضراتكم. يعني هشتغل هنا، عملت دلوقتي غرزة حشو، هعمل غرزة نص عمود، بعدين عمود بلفة، بعدين عمود بلفة. في الغرزة اللي في المنتصف اللي هي المنزلقة بعمل عمود بلفتين، وبعدها عمود بلفة، بعدها عمود بلفة، بعدها نص عمود، بعدها بعمل غرزة حشو لما بوصل للعمود اللي في المنتصف. كده يبقى انا ماشية مظبوط. كل ما اوصل للعمود اللي في المنتصف ده انا بعمل فوقه غرزة حشو. تمام. والترتيب اللي انا قلته لحضراتكم اللي انا شرحته هنا هنمشي بالظبط بنفس الترتيب. هخلص ونرجع مع بعض. هنا وصلت لنهاية السطر. شايفين قد ايه الوحدة جميلة والوانها حلوة جدا. اخر حاجة اشتغلتها كانت نص عمود. وصلت لاول غرزة حشو بعمل فيها منزلقة واقفل السطر بالشكل ده. السطر اللي بعده سهل جدا وبسيط، بناخد بالنا بس من ترتيب الغرز وكل حاجة والامور كلها هتكون واضحة قدامكم. بعمل غرزة ارتفاع، في نفس المكان بعمل غرزة حشو بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها على طول بعمل غرزة حشو، واللي بعدها حشو. يبقى هنا عملت كام غرزة حشو؟ 3 غرزة حشو زي ما حضراتكم شايفين كده. بعدها على طول بعمل غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها باخد لفة على الإبرة وبعمل عمود بلفة. انا كده بعمل الزوايا الخاصة بالوحدة. غرزة عمود بلفة عفوا عملتها. الغرزة اللي بعدها على طول 2 غرزة عمود بلفة، 2 غرزة عمود بلفة بالشكل ده. طيب الغرزة اللي بعدها هنعمل ايه؟ الغرزة اللي بعدها على طول بعمل 2 غرزة عمود بلفتين وبينهم سلسلة. يعني بعمل غرزة عمود بلفتين بالشكل ده، باخد لفتين على الإبرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها على طول بعمل عمود بلفتين وبعدين سلسلة، باخد لفتين على الإبرة وبنفس المكان بعمل عمود بلفتين بالشكل ده كده. دي الزاوية الأولى معانا. طيب أنا بعمل الجنب الآخر من الزاوية. الغرزة اللي بعد
العمودين بلفة دول هعمل عمود بلفة، وفي نفس المكان عمود بلفة بالشكل ده، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، يعني بعكس الغرز اللي عملتها قبل كده علشان نكون الزاوية الأولى. بعد ما عملت الغرزة اللي بعد العمود بلفتين دي، عملت هنا 2 عمود بلفة وبعدها عمود بلفة، بعدها بعمل نص عمود. بعد ما بعمل النص عمود ده يعتبر اني انا ببدأ في الزاوية الجديدة. طيب ببدأ في الزاوية الجديدة ازاي؟ بعمل 3 غرزة حشو، 1 2 3، وببتدي بكرر نفس الخطوات اللي عملتها هنا. انا هنا ابتديت ب3 غرزة حشو وبعدين نص عمود، والغرزة اللي بعدها عمود، الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفتين وبينهم فاصل غرزة سلسلة يعني، الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة، واللي بعدها نص عمود، وبعدين عملت 3 غرزة حشو. وهكرر نفس الخطوات اللي عملتها في الزاوية هنا علشان اعمل الزاوية التانية والتالتة والرابعة، وبعدين بقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها. اظن كده الشرح واضح. هكمل العدد ونرجع مع بعض. انا هنا وصلت لنهاية السطر وقفلت بمنزلقة زي ما قلت لحضراتكم. شايفين قد ايه الوحدة جميلة. اهم شيء عند شغل الوحدات العدد، لازم نكون واخدين بالنا من نقطة مهمة جدا وهي العدد علشان كل الزوايا تطلع معانا مظبوطة. اخر حاجة هنا اشتغلتها كانت 2 غرزة عمود بلفة وبعدها 2 غرزة عمود، واخر غرزة في السطر كانت نص عمود، وقفلت بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها. بمنتهى البساطة بعمل سلسلة ارتفاع وفي نفس المكان بعمل غرزة حشو. السطر ده عبارة عن غرز حشو فوق كل غرزة. دي اول غرزة عملتها، اللي بعدها حشو، اللي بعدها حشو بالشكل ده كده، غرز حشو لحد ما اوصل للسلسلة اللي في الزاوية هعمل فيها 2 غرزة حشو. نخلي بالنا كويس، الخيط لما بيكون على فتلتين بيكون مرهق شوية. انا هنا وصلت للزاوية اللي فيها سلسلة، في نفس السلسلة دي باخد 2 غرزة حشو وبعدها بكمل شغلي عادي. فوق كل عمود بيقابلني، فوق كل غرزة بتقابلني بعمل غرزة حشو، ولما باجي في الزاوية عند السلسلة دي بعمل 2 غرزة حشو. هكمل سطري بنفس الطريقة عشان ما اطولش على حضراتكم، ونرجع نشوف اخر سطر معانا الخاص بالتشبيك. هنا انا وصلت لنهاية السطر، اشتغلت غرزة حشو فوق كل غرزة قابلتني، وجيت عند الزاوية اشتغلت 2 غرزة حشو وقفلت بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها. اللي هعمله دلوقتي هرتفع سلسلة بالشكل ده، في نفس المكان هعمل غرزة حشو بالشكل ده كده، بعدها برتفع 3 سلاسل. طبعا السطر ده الخاص بالتشبيك، يعني انا وانا بشتغل هشبك الوحدات في بعض. هقول لحضراتكم ازاي. بعمل 3 سلسلة وبسيب غرزة، وفي اللي بعدها بعمل غرزة حشو، بكرر 3 سلاسل
واسيب واحدة، وفي اللي بعدها بعمل حشو 3 سلاسل، وفي اللي بعدها بسيب غرزة اللي بعدها، وفي اللي بعدها بعمل حشو. وصلت لغرزة الحشو الأولى اللي في الزاوية اهي، واضحة جدا معايا. بعد ما عملت في الغرزة الأولى غرزة حشو هرتفع 5 سلاسل، وبعدين بعمل في الغرزة اللي بعدها على طول من غير ما اسيب اي غرز هعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. يبقى سطري هنا عبارة عن ايه؟ 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو، وبين غرزة الحشو والحشو بسيب غرزة واحدة بس، يعني ارتفعت هنا سلسلة، عملت غرزة حشو في نفس المكان، ارتفعت 3 سلاسل، سبت السلسلة اللي بعدها، وفي اللي بعدها على طول دخلت عملت غرزة حشو، وهكذا لحد ما وصلت لأول غرزة حشو أنا عملتها في السطر السابق في الزاوية. بعمل غرزة حشو وبعدين برتفع 5 سلاسل، والغرزة اللي بعدها على طول بعمل غرزة حشو. بكرر نفس الشيء، ولما اجي لغرزتين الحشو اللي في الزاوية بعمل في الاولى حشو عادي وبرتفع 5 سلاسل، وبعدين في اللي جنبها على طول من غير ما اسيب اي غرز بعمل غرزة حشو. طيب هنشبك ازاي؟ التشبيك سهل جدا. طبعا انا في الوحدة دي انا عاملاها كاملة وقصيت الخيط من الخلف. طيب انا هشبك ازاي دلوقتي؟ بعد ما خلصت سطري بنفس الطريقة اللي قلت لحضراتكم عليها، قصيت الخيط وعملت وحدة تانية جديدة خالص. هنشبك ازاي؟ قبل ما اوصل للزاوية انا بس كنت بوري لحضراتكم شغل الزاوية هيبقى ازاي. طيب انا هفك الجزء ده، هخلي اعمل 3 سلاسل معاكم، هنبتدي مع بعض تاني كأننا خلصنا السطر وبدأنا واحدة تانية وهنشبك. طيب برتفع 3 سلاسل، ده عند التشبيك. طبعا ال5 سلاسل دي انا بعملها في الوحدة الاولى اللي انا هشبك فيها. التشبيك سهل جدا، بجيب الوحدة اللي انا مخلصاها بالشكل ده وبدخل في ال5 سلاسل، وبعدين بيجي اسحب الجزء ده السلسلة، وبعدين بعمل سلسلة وسلسلة تانية، وفي نفس المكان اللي قلنا ان احنا بنقفل فيه اللي هي غرزة الحشو اللي بعدها على طول بعمل غرزة حشو. طيب التشبيك سهل جدا وبسيط زي ما قلت لحضراتكم. انا هنا شبكت الزوايا ببعض. طب هعمل ايه؟ هعمل 2 سلسلة بالشكل ده كده، وبعدها بخرج وبدخل في ال3 سلاسل للوحدة المقابلة اللي انا بشبك فيها، بسحب بالشكل ده كده وبعمل سلسلة سلسلة تانية، واروح هنا سايبة غرزة وبدخل في اللي بعدها على طول هنا كده بالظبط. تمام اهي، بتمنى تكون واضحة معاكم. تاني هنعمل مع بعض. برتفع 2 سلسلة بالشكل ده، وبعدها بدخل في المكان اللي انا هشبك فيه، بسحب الغرزة بالشكل ده، بعدها بعمل سلسلة والتانية، واجي في الوحدة اللي انا بشبك فيها بسيب الغرزة اللي بعدها على طول، وبدخل في اللي بعدها اعمل غرزة حشو. نكرر تاني لاخر مرة. ارتفاع سلسلتين، بخرج خالص وبدخل في المكان اللي عليه الدور في التشبيك في الوحدة التانية، وبعدين بسحب بالشكل ده كده، بعمل سلسلة وسلسلة تانية، وبعدها بسيب غرزة حشو وبدخل في اللي بعدها اعمل حشو. افضل طريقة نقدر نشبك بيها وحداتنا هي الوحدة. الطريقة دي جميلة جدا جدا.
اظن حضراتكم شايفين. هنكمل بنفس الطريقة لحد ما نوصل للزاوية. هنعمل 3 سلاسل وبعدين نقفل في الزاوية وبعدين نعمل سلسلتين وندخل في نفس المكان اللي دخلنا فيه في الزاوية دي، وبنكمل سطرنا عادي جدا، ونيجي هنا نقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو. تمام. وبعدين بنكمل وحداتنا بنفس الطريقة ونشبكها بنفس الطريقة. انا هكمل وحدات الشنطة وهشبك، وبعدين هنرجع لحضراتكم مع بعض نقول عملنا ايه بالظبط وايه بالظبط اللي عملناه بالتحديد، والشنطة اخدت كام واحدة. تقدروا تبتدوا معانا في الجزء الاول وتعملوا الوحدة الجميلة اللطيفة قوي قوي دي، وهتصلح معانا المشاريع كتيرة جدا. اولهم الشنطة طبعا اللي انا هعملها. هخلص وحدات الشنطة وهرجع اشرح لحضراتكم انا عملت ايه بالظبط. بتمنى شرح النهاردة يكون عجبكم وفيديو النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.